بداية أول ضيوف حلقة اليوم الفنان الجزائري المعروف باسم لطفي دوبلكانو، واسمه الحقيقي لطفي بالعمري، ينضم إلينا الآن ونستقبله على أنغام أغنيته الأخيرة كلاوها. يا لو كان يبقى الاخر فينا غير ماتتوها ثلاثة بركات والربعة ما تكونش. انا معك يا زبزب علينا. كلاوها قد هرسنا وما خلاوها، البلاد خلاوها خيراتها كل خداوها، خواوها ولا جناس كل كواوها، داوها عماوها في بير كبير رماوها. إيجا ما داروا حتى دوسي جاب نتيجة، الخسارة مفيشة والمردودة وديما وزن الريشة، شبيبة مفيجة مبيجة شمارة هايجة ومطيشة، حكومة راشية فاشلة ماشية وشادة فد المعيشة. ديجا في المشاريع التجارية راحوا تلاحوا باعوا شراو ما داروا حاجة إيجابية. الشركات الأجنبية زعما جاية تستثمر، هي سرها كان مسطر به تسرق تسلو تتستر. نستنكر يا ستار العار وتحت الستارة، من البزنس تاع نفطال جماعة أرسلور ميطال، من الكرو للديتاي من صيدال سبيطار لوالا ولا سمسار يسوق سلعة الناسيونال. كلاوها لطفي دوبلكانو ينضم الينا الان عبر الهاتف. لطفي دوبلكانو مرحبا بك. السلام عليكم اخي، وش احوالكم؟ وعليكم السلام. طبعا انت كلاوها على النظام بشكل عام، على الحكومات المتعاقبه على الجزائر، ولكن ايضا انتقاداتك الخاصه لسلال في اغنيه سابقه، وايضا سارعت الى انتقاده في تسجيل على الفيديو عن تصريحاته حول الشوية. سلال اليوم اعتذر بشكل صريح، يعني مرة هذه رسميا قال أنا آسف وأعتذر، ألا يكفي هذا؟ والله يا أخي الجزائر يعني راهي عايشة في اضطرابات، يعني ما يزيناش الفتنة في غرداية وفتنة في أماكن أخرى، حتى هو يزيد يشعل النار ويجي يعتذر. صاي الهب بدا يعني راهو زاد ليسانس وقطرة ما، درك زاد قطرة ما، شعل الدنيا بالليسانس بهذه التصريحات اللي ما كناش ننتظروها منه، ودرك حط قطرة ما وقال نعتذر. فيا أخي الشعب يعني صاي فاض الكأس، يعني ماهيش تصريح اليوم ولا راهو قبله عدوا عدة تصريحات والشعب تسامح وقال معليش، ما هاو خطرة ضحكة، هاو خطرة نكتة، هاو خطرة مهبول، هاو خطرة ما يفهمش، هاو خطرة يهدر برك. فيعني الحق يعني للاسف يعني والله ما كنا ننتظروا منه انه يعني عاديك يقول لك ساعات المثل يقول لك عدو جاهل خير من، استغفر الله يا ربي، عدو عاقل خير من صديق جاهل، لانه هذا الانسان صديق الجزائر بس راهو قاعد يضر فيها من الداخل وقاعد يشعل بكلماته بالفاظه وتصرفاته، يعني وحتى يعني بعض الامور اللي هي قاعد يستعمل فيها كاستعمال اجهزه الدوله من اجل حمله انتخابيه اللي هي قانونيا ممنوعه منعا باتا، وانطلاق حمله بوتفليقه قبل الانطلاق الرسمي. فكل هذه الامور قاعده يعني تزيد تشعل في النار، فاعتذاره يعتبر قطره في نص لهيب، يعني ما يكفيش. هل يتحمل سلال هذه المسؤوليه عندما يستغل كما تقول وسائل الدوله، ام من عينه هو رئيس مدير حمله الانتخابيه لرئيس بوتفليقه، وقبل ذلك كان الوزير الاول؟ شوف سلال هو من الاول كي يهدر في تصريحاته سي ان كوندكتور دو ترافو، هو ماهوش صاحب افكار ولا صاحب مبادرات، هو يعطيو له خدمه يقول دير يقول ندير، وشاك فوا يقول يا جماعه اني خاطي انا حسب تعليمات فخامه العزيز وكذا وكذا. دونك هو ما عندوش مقترحات، دونك هو يمشي في خط يعني ساير عليه، وشاك فوا يهدر بعقليته يزيد يزاقاها كما نقولوا احنا. دونك ما فهمناش، ينقولوا له حبس ينقولوا له اسكت، هذه هي عقليته. وانما انا لا اظن يعني انه يديرها من نيه خبث ولا انه يكره يعني الجزائريين، لا هذه ما نظنش، وانما الله غالب ما عندوش المستوى الكافي باش يتحمل هذه المسؤوليه الثقيله اللي هي وزير اول ولا ممثل الشباب ولا رئيس حمله تاع شخص كما بوتفليقه. طيب ولكن ليس فقط تصريحات سلال، قد تكون هو طبعا في المقابل سلال يقول بانه انا ابن الشعب وهذه فقط مزحه ونكت. هل تصريحات فقط سلال التي يتم التوقف عليها؟ أليست تصريحات أيضا عمارة بن يونس أخطر عندما يلعن آباء الذين يعارضون العهدة الرابعة؟ تقريبا والله يا أخي 90% اللي مساندين العهدة سيدي راطي، يعني تقريبا يعني مستواهم يعني كسوسوا الأخلاقي ولا كاينين وحيد عندهم دوسيات كحلة. احنا حكينا سلال لانه ربما فنان انظف الناس فيهم، يعني معروف انه ماهوش داخل في شبهات ودي زافير ودي سكوندال تاع سرقه ولا تاع مشاريع كبرى، يعني الاخرين كنا نبداو نحكيو عليهم راهي ما تفراش.
يعني راي يعني القانون راهو فوق ظهرهم كون يطيح عليهم، فهما يعني يتصرفوا بواحد الامور لا اخلاقيه. يعني الشعب عاد مضرور، واحد يلعن في الناس والاخر يعني يشبه بوتفليقه وكانه نبي ولا وكانه يعني كيف قلت لك مجموعه تاع ديراطي اللي تلاقاو على مصلحه واحده، والله ما هي حبا في الرئيس ولا حبا في بوتفليقه، فهو كما نقولوا راح يحميهم بالظل تاعو ويغطي هذيك كل الفساد اللي كانوا دايرينه، وهما يحتميوا وراه برك، وهما قاعدين يشوهوا في صورته ويستعملوا فيه. هذه ما الناس اللي معاه. وانت هؤلاء اللي هم من قصدتهم، من قصدت منظومه حكم باكملها في اغنيتك الاخيره كلاوها طبعا، والتي هيت هي الان في اليوتيوب فقط تقريبا 2 مليون مشاهده، مع انها قبل ايام فقط نشرتها يعني او بثتها. هذيك يعني لا نقصد بها اشخاص وان توت ان سيستم. صافي 15 يعني الرئيس بوتفليقه كانت عنده مده زمنيه ما شاء الله كافيه وزايده، مالغري هذا شفنا باللي اخفق الله غالب. احنا من نيه حسن الظن نقولوا هو اجتهد، بصح الله غالب ما كفاتش. الفساد زاد كثر، الفسق زاد كثر، الازمات زاد اشتدت، الفقر، حتى غردايه اللي كانت تعتبر من في التسعينات وقت الارهاب رمز للسلم، ولات اليوم غردايه تحترق. الاقتصاد في حاله، السياسه في حاله، الحاله الاجتماعيه، الجمعيات الخيريه ما عادتش تلحق خلاص. يعني الله غالب اجتهد ما قدرش. ما نظنش انه 5 سنين اخرين راح يكفيوا. وعاديك قلت يا جماعه راهم كلاوها، بالاضافه الى السراقه انهم عادوا يسرقوا في العلن. بكري حتى وقت الشاد اللي كانوا يسرقوا بالدرجه، درك عادوا يسرقوا في العلن. شفنا ناس كيما شكيب خليل يعني وكانه عنده حصانه ما فهمناش منين. شفنا ناس اخرين يعني للاسف يعني اخفاق تام الله غالب. طبعا هناك ناس تحكي على انجازات، بيان سور هناك بعض الانجازات يعني ما ننكروش. هناك حتى زين العابدين بن علي دار انجازات، حسني مبارك دانا دار انجازات، ولكن لما تقارنها مع قيمه الجزائر وما تملكه من يعني موارد يعني بشريه ولا موارد يعني تاع بترول ولا تاع يعني امور كيما هذه، فهذا قليل جدا جدا جدا. على ذيك قلت كلاوها يعني الثروه هذه كل الامكانيات راحت هباء منثورا. هل عندما تقول بمبارك وبن علي البعض قال بأنه هؤلاء الذين تقصدهم كلاوها يعني أصحاب المال يشبهون الوضع الحالي بنظامي مبارك وبن علي، حيث لعبت النفوذ المالي ومافيا المال أيضا دورا في هذين النظامين. هل تتفق مع هذا التشبيه أم التشبيه مبالغ فيه؟ شوف انا نشفع على بن علي. حتى الناس اللي كانوا يسرقوا في الدوله تاع بن علي كانوا ينفستيو في الجزائر، كانوا استغفر الله يا ربي كانوا ينفستيو في تونس. يعني تلقى هذا عنده اوتيل وهذا حكم السياحه وهذا دار كذا، على الاقل استثمروا في بلادهم. احنا المشكله الناس هذوم اللي قاعدين يسرقوا قاعدين يشريوا لبرا، هذا في الله سويس وهذا قاعد يبني يخرجوا في اموال الدوله. ورما شفنا شكيب خليل يعني ما كان يعني يخربوا البلاد، يعني ما قسموش حتى السرقه معاه ولا التوانسه قسموا. احنا في بلادنا ما كانش يعني اللي قاعدين ياكلوا فيه في البلاد هذول اللي يسمعوا بهم راهو فوتات. الرسمي كل راهم داوه وخرجوه لي زافير الكبار كيما شكيب خليل وكيما الخليفه. فهذه امور يعني كيف قلت يعني هذه ربوب الاعمال، وهذه كل دايور كان انقسام شديد لانهم كلهم اصبحوا يعني ضد العهده الرابعه، وانقسام كبير في اسكو يدخلوا في الحمله ولا ما يدخلوش ولا يدخلوا في السياسه. فهذه شكلت مشكله كبيره لانه الرسمي كل داوه جماعه وانفستيو لبرا عكس تونس نظن. هذا هو رايي يعني. طيب، لكن في المقابل طبعا الانصار العهده الرابعه يقول انه نتحرك من المصلحه الوطنيه ومصلحه الجزائر بقى بوتفليقه، ويستغربون وبعضهم حتى من في الجهه المقابله حشدوا فنانين للرد عليك وحتى وجهوا لك اتهامات بانك محرك من اطراف والى غير ذلك. ما ردك؟ شوف يا اخي دركا هو عندهم واحد لا بسيكوز جاتهم. دركا حفيظ دراج يكتب ضد العهده الرابعه، قالوا له انت تحرك في قطر. انا غنيت ضد العهده الرابعه قالوا لي تحرك فيك المغرب. جروب عرب واحد اخر اسمه افريكا جنجل دار غنايه ضد العهده الرابعه قالوا له انت تحرك فيك فرنسا. في باتنا خرجوا البارح قالوا لهم انتم ما تحرك فيكم ايادي سياسيه. في غردايه قالوا لهم تحرك فيكم الناس هذوم هبلوا يظنوا انه اللي ما يمشيش معاهم تما يحركوا فيه ايادي خارجيه وحاب الفوضى للجزائر. لا يا اخي، لا يا اخي، احنا ناس حابين السلم للجزائر.
كلنا قلبنا هدرنا على حقيقه ما عجبتكمش، هي حقيقه مره ما كان لها تتهمونا. هذا هو اللي حابين نقولوا لهم احنا. اللي درك انا نهضر في المغاربيه دوك غدوه تقرا في الجورنال راه ايادي ما نعرف شكون راه يتحرك فيه. هم عندهم واحد الهبال يعني، وكانه غير هما اللي عندهم الحق ويرفضوا النقد. وكما قال هذاك حماره بن يونس اللي ما يحبناش نعنبوا باباه، فهذا طيب. احنا اصلا ما نمشيوش بها طيب ولكن خلينا نبقى في ربما لكي لا نقع في نفس ما وقعوا فيه. لطفي لو سمحت، نعم. سؤال اخير. الان مع المضي في هذه العهده الرابعه، ما يسمى حتى اصبح هناك تعبير يسمى الباساج اون فورس، هذا للعهده الرابعه، واضح دفعا في هذه العهده الرابعه، وانت واضح انك رافض لها، وحتى لمنظومه الحكم كلها التي احدى تمظهرات فشلها كما ترى هذه العهده الرابعه. هل تستمر في نضال غنائيا ضد هكذا سيناريو؟ يا اخي طبعا احنا نستمر نوعيو الشباب بالطريقه تاع الغنائيه بيان سور، وبعدين كنشوفوا الحل الاولى يعني باش نوعيو الشباب. قاعد ندير في دي فيديو يعني باش على الاقل نوعي الشباب يعني سورتو المغرور بهم اللي يظنوا انه بوتفليقه هو يعني الامان والاخرين ولا اي حل واحد اخر هو الفساد. فنحاولوا نديروا دي فيديو ونحاولوا كيما انتم كي تهضروا معنا في قنوات كيما كتكون يعني حره، نحاولوا نمدوا راينا باش الناس يناقشوا كلش. فاحنا ما نفشلوش وما نيأسوش، واي طريقه نلقاوها ملاحه للتوعيه وللنصح يعني احنا نستعملها. شكرا جزيلا لك لطفي دوبلكانو، وطبعا نرحب بك ويسعدنا نلقاك مرة أخرى في برامجنا. شكرا جزيلا.